الشيطان دايما بيسعى لإنه يبعد الإنسان عن الخير ويصرفه عن أهدافه النبيلة، وبيستخدم ده في وسواسه علشان يزرع الشك والخوف ويغري النفس بالراحة والتكاسل عشان يعطلك عن تحقيق طموحاتك وعن مضي قدما في طريق نجاحك. وأثر الشيطان بيظهر غالبا في لحظات ضعفك عشان بيوسوس ليك بإنك ما تقدرش تعمل الحاجة دي، أو إن الجهد اللي انت بتعمله ده ما يستحقش الوصول للمكان اللي انت عايزها. وبيحاول يزرع في قلبك اليأس والإحباط ويذكرك بعثراتك السابقة علشان يقنعك إن المحاولة ملهاش أي فايدة. وبيحاول يضخم عليك العقبات في طريقك ويجعلها تبدو ليك كبيرة جدا رغم إن هي قليلة ومش سهلة. بس انت متعرفش إنه بيعمل كل ده بس عشان يعطلك عن تحقيق حلمك وعن اتخاذ طريق ليك. لكن عايز أقولك إن القوة الحقيقية فعلا بتكمن في وعيك بوجود هذه الوساوس. لما بتذكر ربنا وتستعين بيه بتتلاشى وسواس الشيطان كله، لأن ذكر الله سلاح قوي يحصنك كما قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيف. عايزك تذكر ربنا عشان الوساوس دي تروح خالص. وعايز أفكرك إن الشيطان مش بيملك سلطة على المؤمن الواثق بربه، وإنك أقوى من كل محاولة لتعطيلك. استعين بالله وبالدعاء وبالتوكل على الله، واستمر في العمل بإصرار. الله مع الذين يجاهدون أنفسهم ويتغلبون على وسواس الشيطان.